محاولة اغتيالات فاشلة في صفوف المعارضة الجزائرية أدت إلى زعزعة النظام الفاشل وإلى زعزعة قصر المرادية بعد خبر تلقي السلطات الفرنسية بمعلومات من المخابرات المغربية على تورط سعيد بن سديرة والمخابرات الجزائرية في قتل بعض العناصر. بهذا تمت إقالة رموز الدولة بما فيهم المدير العام للأمن القومي في دولة الزريبة، وننتظر اعتقالات أخرى إلى أن يرث الله الأرض ما عليها. وسوف يتم اعتقال جميع المؤسسات وجميع رموز الدولة إلى بقيتم متبعين هذا النظام هذا. تحياتي.